وتتلخص في 4 مراحل. 1. نقطة التقويم المستمر، الخدمة في القسم. وش يدير الأستاذ؟ يجمع كامل النقاط اللي اديتها في المشاركات والواجبات طول الفصل ويقسم هذا المجموع على عددها. النتيجة تخرج لك نقطة المادة من 10 بناء على مجهودك طول الفصل. 2. معدل المادة الفصلي. وش يدير الأستاذ؟ يجمع نقطة التقويم المستمر اللي خرجت له في المرحلة 1 مع نقطة الاختبار الفصلي الكنترول. العملية يدير الجمع ويقسم على 2. النتيجة تخرج لك معدل المادة، مثلا معدل العربية من 10. 3. المعدل الفصلي العام تاع الكشف. وش يدير الأستاذ؟ يجمع كامل معدلات المواد اللي خرجت له في المرحلة 2. العملية يدير المجموع الكبير ويقسم على العدد الإجمالي تاع المواد. النتيجة تخرج لك المعدل